ترددت بزاف قبل ما نحكي هاد القصة، والله العظيم الا ترددت لانني ضد المحتوى الهابط وضد انني نستغل الناس باش نطلع ليفي، ولكن غادي نحكيها لكم باش تنفع شلا ناس في المستقبل وتنفعهم حتى في الحاضر ديالهم مع نفسهم ومع وليداتهم. سماعاتكم، جام، ابوني، ونبداو على بركة الله. قصتنا اليوم غادي تكون على واحد العائلة اللي مات الاب ديالهم وخلاهم هما جوج بنات وولد. الولد كان هو الصغير في خواتاتو، كان تقريبا في العشرينات، شي 24 25 عام هكذاك، والبنات كانوا كبر منه شي شويش. الام ديالهم كانت من نواحي ديال تاونات وتزوجت فاس، من بعد الموت ديال راجلها بقات تمايا. جلست هكذاك شي 5 سنين ولا 6 سنين وهي تجي عندها وحده اختها تسكن معاها. قالت ما فيها باس، اختي تسكن هنا تخدم تقدر تعاوني حتى في الكرا. سكنات معاها اختها، هما كانوا كارين بارطما فيها غير 2 بيوت وصالون، ولكن سكنت معاهم فيها انما هي تعتبر من موالين الدار. ولا ما سكنتي شي مع اختك وهزاتك اختك، شكون يهزك؟ طبيعي. سكنت معاهم وخدمت في واحد الخدمه وترسمت، يعني عاشت معاهم واحد السنوات هكذاك. وحتى لواحد النهار خديجه اللي هي الام ولات الدار كانت في الخدمه ديالها، وبناتها حتى هما كانوا كيخدموا على برا، كانوا باش يتعاونوا. وحده من البنات جات بكري على عادتها، صارلهم هكذا شي حاجه في الخدمه ديالها ورجعت قبل الوقت. رجعت للدار، حلات بساروتها، الصهير في الدار والسقيل، دخلت لبيتها تكات، قالت نورك شويه بلا ما جاو. وركت هكذاك وهي تسمع الباب تحل. عرفاتو خوها، هي تعرفو حتى بالمشيه، راه عاشت مع عمرها كامل. شويه ومن وراه عاود الباب تحل. جات خالتها، سمعتهم هكا هضروا هضره بيناتهم واحد شويه وسكت الحس. قلت انا راهم ما شافونيش، ننعس نفيق نمشي نشوفهم. نهضت قلت باينه خويا يكون عاود خرج وخالتي اللي راها في الدار، نمشي نقولها بلي راني هنايا، راه ما شافنيش بلي راني هنا. مشات للبيت الاخرى اللي كتنعس فيها امها وخالتها، ما كانش فيها الساروت، غير حل اللوكي واجي داخل. هي غير خالتها مرا بحالها بحال خالتها، جات حلت الباب وجات مدرمه. حلت داك الباب وهي تصدم، تخلعت، حلت فمها، ما عرفت باش تبلات. المخ ديالها حبس، بقات تفكر، رجعت داك الباب سداتو وخرجت ديريكت برا للزنقه. بقات تستنى فمها دابا تجي دابا ترجع. ملي شافت حاجه هي تلقات ليها، قالت ليها امي بلا ما تدخلي راه خاصني نهضر معاك. قالت لها امها مالكي خلعتيني هكذا، اش كاين؟ قالت لها امي ها شنو شفت، ها اللي كاين اختك راه واقعه مع ولدك بحال شي زوج مزوجين، وانا مهمتي راني تصدمت وخرجت. خديجه انا قالت لها كليتي شي حاجه ولا اش كتضحكي معايا شي ضحك باسل؟ شحال الهضره اللي كتقولي؟ قالت لها مهمتي هذا الشيء راه ما فيهش الضحكه، مهمتي راني شفتهم عريانين بجوج، راه حسب ليهم حتى واحد ما كاين في الدار مهمتي ودخلوا لبيتك. يا ريت مهمتي كون جيت نضحك معاك، يا ريت مهمتي كون جيت انا هادشي ما شفتوشي. مهمتي انا خفت عليك تتصدمي كي تصدمت وجيت لك هنا عند الباب، راه هما ما كانوش حاسبيني معاهم في الدار. مهمتي انا راه دخلت قبل منهم، رجعت دخلت لبيتي تكيت كنت نستناكم، وانا سمعتهم مهمتي منين جاو، والله الا سمعتهم دخلوا ولكن هما ما شافونيش، دخلوا مهمتي لبيتك ديريكت. قالت لها الخديجه، قالت لها راكي متاكده؟ قالت لها هي امي راني متاكده، مهمتي هضري معاهم هادشي راه حرام مهمتي. خديجه هنا تاكدت بلي بنتها ما مستحيل تكذب في هادشي راه فعلا طاري ليها في الدار. ما عرفت راسها باش تبلات، دخلت للدار ما لقاتش ولدها، لقاتو خرج، بقات غير اختها. قالت لها اش هادشي اللي سمعته، اش هادشي اللي قالته بنتي؟ اختها غير حضرت راسها وسكتت. هنا عرفت بلي بنتها ما كذباتش، ولي داكشي اللي قالته راه شافته. وهي تقول لها هذا الجزاء ديالي، دخلتك لداري وسط ولادي، سكنتك معايا، عاونتك، وفتلي ديري فيا هادشي، ما راعيتي لله، ما راعيتي للدم، ما راعيتي الوالدين،
نقول لك انا ما قادة لا على مشاكل لا على شوها، لا مع ربي لا مع العبد لا مع والديك لا مع خوتك ولا مع الجيران. غتهزي حوايجك دابا 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 وتخرجي ليا، ترجعي منين جيتي. دابا نعيط لجاري يديك. عيطت لجارها وصيفطاتها لتاونات لعند والديها. اش عندها ما دير؟ ترجع لعند والديها. مضيعه شرفها، كانت كتعامل مع ولد خوتها بحال راجلها، مضيعه خدمتها اللي ترسمت فيها. قالت لها اختها، قالت لها تخوي هاد المدينه، ما نزيدش نلقاك في هاد المدينه. غتقولي لي لا خدمتي لا ردمتي، ترجعي لعند والديك باش ما نزيدش نهضر في هاد الموضوع وما نزيدش نقولها لوالديك ونقولها لخوتك، وباش ما تفضحيش، تفضحي راسك وتفضحينا مع والدينا وتفضحينا مع العباد. خليني ساكته. ايوا رجعت بالسكات. من سولوها والديها قالت لهم ودي غير مشكله في الخدمه ومن بعد نرجع وكذا كذا، وسقرت الموضوع وجلست في دارهم. ولكن الولد من جا رجع ما سكتشي، قال ليها طارشانك حتى ترضيها، انا كان بغيها، انا هذيك راني معتبرها بحال مراتي، شكون قالك ترضيها ليا؟ ايوا وطنط قرباله الشعاله ديال العوافي ناضت في الدار، هي تغوت وولدها يغوت، تخاصمين على حاجه الله يعفو والله يستر. الجيران سمعوا غواتهم وما عرفوش مالهم واش عندهم، وذاك الجار ديالهم ملي وصل ختها ورجع لقاهم منوضين قرباله في الدار. تدخل بقى يهضر مع داك الولد، ولدي هادي راه خالتك، هادي راه من المحارم ديالك، راه حرام عليك اصلا تقرب ليها هي ولا امك ولا عمتك ولا اختك، راه حرام في الدين، راه ربي اللي خلق هكاك وربي اللي قال هكاك. يشرح له يفسر له، ولكن والو. الولد اللي في راسو ما يحيدو له حتى واحد. قال ليه هذيك راني نبغيها، هذيك راها مراتي، علاش طردها؟ ما اداتكم في والو، علاش خرجها من الدار؟ ما تقبلش الفكره انها حرام عليه. الغد ليه جمع حوايجو والحق عليها. فين مشى لدار جده. جدته ما عارفه والو، خوالو ما عارفين والو، استقبلوه عادي. ايوا الام ملي عرفت هذا الشيء صونات لواحد خوها، قالت ليه جري من موراه، قالت ليه الدري كان خدام وكان كيعاونني انا وخواتاتو، ودابا خلاني حاصله وجا تما يجري عليه. هي ما بغاتش تخبر، راه قالت لاختها، قالت لها رجعي لتاونات باش ما نخبرش عليك، اجري من موراه. فعلا خالو سمع داك الهضره، قال له مخلي امك ومخلي خواتاتك وجاي لهنايا، خليتهم هما وليات راسهم وجيت لهنايا تدور علينا. سير قابل خدمتك، سير قابل امك وقابل خواتاتك عاونهم، سير رجع لداركم. جرى من موراه. هما راهم شايفينها متضاربه مع الزمان وارماله ومتعافره مع دوك وليداتها، خاصها اللي يعاونها. والولد راجل يجي لهنايا. وملي طردوا خالو ما قدش يقول له مكان، رجع للدار، ما عندوش فين يمشي، مشى لدارهم ورجع ساخط على الوضعيه. الدري ما بقى باغي يخدم، ما بقى باغي يتحرك، والو ماشي في هذا العالم. بقى داك الحال غير بحال هزيتيه بنادم وحطيتيه بنادم، المخ ديالو غايب، خدمه والو، القارو ولا يشري الشراب ويشربو. شد داك السداري وجالس فيه، والمشاكل مع خواتاتو، كل ضربه زوج الغوات ديالو مسمع. وخديجه صابره معاه، اش غادي دير؟ ربي بلاها بهاد الولد وبلاها بالاخت ديالها، دارت معاه هاد الخدمه وما عرفت كي دير من غير الصبر. بقات هكذاك صابره عليه حتى لواحد النهار. الاشتراك اللي مازال ما تابونا في القناه، الاشتراك باش نكملوا قصتنا. كما انت كتستنى ولا انت كتستنى الكماله ديال القصه، انا كنستنى داك الاشتراك وداك اللايك، ما تبخلوش عليا بهم. قلنا خديجه بقات صابره مع داك الدري هكذاك، تقول نصبر معاه حتى يولي العقل، نصبر معاه ما عندي شي حل اخر. حتى لواحد النهار جات داخله، جات من الخدمه ديالها، هي كانت تخدم غير في الميناج، جات من الخدمه وهي تلقى الولد طايح في الارض. الولد كان كينعس في السداري وشاد السداري في داك الصالون، لقاتو طايح في الارض مضروب تحت يدو في المرفق،
والموس حدا فيه شويه ديال الدم، ولقات هكذا واحد القرعه مرميه ديال السيرو. دخلت هكا حركاتو والو. عيطت على الجيران قالت لهم عتقوني، اجيو تشوفوا ولدي عتقوه، شوفوا ولدي مالو، تغوت ربي اللي خلقها. دخلوا الجيران شافوه قلبوه، قالوا ليها البركه في راسك، قالوا ليها ولدك مات الله يرحمه. عايطه على البوليس اولا نعيطوا لهم حنايا. هي ما عرفت روحها باش تبلات، هي مصدومه مخلوقه. هما قاموا بالواجب، عيطوا ليها البوليس وجاو ضروري يجيو يشوفوا الجثه، راه الدم داير بها وها الموس ها العجب. جاو البوليس، المعاينه ديالهم بينات لهم بلي الدري لابس واحد سروال الجين، واحد القبيه كانت حامره ديال الدم، عنده ضربه في المعصم تاع يدو، وعنده واحد الضربه في القلب. حداه موس هكذا مرمي، دوك الماس اللي كينطوا ما عرفتش اللي كيسميوهم بوضلعه ولا كيدير هذا بوضلعه، انا حدو عليا. لقاو حداه ولقاو حداه واحد القرعه ديال السيرو مرميه. سولوها قالوا له هاد القرعه، قالت لهم ودي داك الدواء ديال سميتو ديال السطوما راه كتستعملو اختو. هما من هزوا القرعه بالطريقه ديالهم شموا فيها واحد الريحه خايبه، هادي ماشي ريحه السيرو، هادي ريحه خانزه حاشاكم، بحال خلطتي شي بودره فيها وتشربات وبقى الاثر ديالها في القاع. شايفين حتى دوك السيروات اللي كيكونوا غير غبره كيبقى داك ما تمخضوهمش مليح، كيبقى داك البودره ديالهم كتبقى في القاع، هكذا كتبقى ديك البودره في القاع. ايوا سولوا خديجه واش كيدخل عندكم شي حد، واش تسرقات شي حاجه. البحث ديالهم يسولوا المحيط في الاولى، يعينوا الحاله ويسولوا المحيط وينقلوا الجثه للمستودع الاموات ويستناو تقرر الطب الشرعي. وبلا ما جات التقرير كيسولوا الناس ويسولوا ديك الجريمه اللي وقعت فين وقعت وكيطرات وكيصرات باش يعرفوا. قالوا لخديجه فاش خدام ولدك؟ قالت لهم وديتي واحد شهر ونص تقريبا شهرين راه مابقاش خدام، راه مقابل غير الفراش وما خدام ما ردام، وراني ملي خرجت الصباح راني خليته شاد الفراش وراني مشيت. مشاو سولوا الجيران، مول الحانوت قال لهم ودي جوج مرات هو يجي عندي يقول لي سلفني 20 درهم حتى تجي الوالده، وانا مو وصاتني ما نعطيه والو، لا حاجه من الحانوت لا قارو ما سلفو فلوس ما عطيتوش. واحد الجاره قالت لهم ودي راني تلاقيتو مع داك 10 ديال الصباح، راه كان طالع نازل وملي شافني داخله قال اختي فلانه عافاك بغيت نطلبك سلفيني واحد 20 درهم بلا ما جات الوالده ونردها لك، راه ما خلات ليا والو الصباح وراني ما لقيت ما ناكل. قالت لهم انا كانت عندي غير 10 دراهم عطاتها ليه. مناسبه هاد الجاره راكم سمعتوا القصه تاع البارح، الجاره اللي مشات دير الخير. ونزيد نحكي لكم هذه وخا غادي نخرج على موضوع القصه. انا اللي راني نهضر معكم جا عندي ولد جارتي، كانوا عندنا دو فاصاد ديك الوقيته، قال لي يا خالتي ممكن نطلع من السطح ديالك نمشي للسطح ديالنا، راه الساروت ما عنديش نسيتو في الدار وامي مازال ما تجي. خليته طلع، وكان ديك الوقيته واحد المراهق وانا الدار كانت عندي عامره كنت شال راسي، خليته طلع نقز لسطحهم وجلس من موراها فتره وعاود تاني كرر نفس الطلب، خليته عاود تاني يطلع. ايوا هي تجيني امو قالت لي لا عاود جا عندك ولدي ما تخليهش يطلع من سطحك لسطحي. قلت لها واخا جارتي ما قلتي عيب اصلا انا جوج مرات وانا نخليه يطلع، الثالثه ثابته ما كنتش غادي نخليه. قالت لي لا ما تخليهش. تلاقينا من بعد في واحد الاسبوع تاع جيراننا قالوا لي الدري بدا يتفلس وراه يسرق لمامتو الحوايج من الدار وكيمشي يبيعهم، وهي حيدت ليه الساروت ورجعت ما تدخلوش حتى تكون هي في الدار باش تحديه في الداخله والخارجه. هادي على الجيران من تمشي تتعامل معاهم، خليو المعامله بحدود، حداو راسكم. هادي كانت عندها 10 دراهم عطاتها ليه، الحمد لله يا ربي اللي ما شراش بها السم ولا حتى هي طلع انزل كما الجاره ديال البارح اللي اتهموها بالسرقه علاش شدت السوارت. قالت لهم بقى داخل خارج راه دخل مع ديك الوحده. حاضيه هاد الجاره تبارك الله عليها. ايوا كما قلنا دابا هما الاجراءات ديالهم كملوهم، البحث مع الجيران كملوه، الجثه مشات للمستودع الاموات خاص التقرير تاع الطب الشرعي، السيرو حتى هو داوه، الموس حتى هو داوه باش المختبر يقول شنو فيه، والبحث بقى
لانما الجيران قالوا لهم اودي هذا واحد الشهر شهر ونص والولد كل يوم لغوات مع دارهم، لدرجه ان الام ديالو البارح ملي كانت كتنشر في الزنقه كان عندهم داك السلك تاع النشر عندهم في الزنقه. وهذه القاعده خايبه، هذه الناس اللي كيبنيو هكذا البطيمات وما يخليوش الناس تا بالكم فين تنشر. ديروا لهم اخوتي البالكويات، واش دار تلقاوها دايره كيويلها وحده وفي التالي السلوكه تاع النشر برا وكسوت عباد الله برا. تشوفي حتى الملابس الداخليه ديالهم لا، ديروا الناس البالكويات فين ينشروا، ولا ديروا لهم السطح مشروك وخليهم ينشروا. واخا كاين الناس اللي كيتشكاو من السرقه تاع الكسوه ديالهم في السطوح، ديروا لهم البالكويات وهنيو السوق. اليوم الام ديالو من كانت كتنشر راه عصبات منه وبدات تجمع له في حوايجه وترميهم له وهو جمع ساكو، وهي بقات تجري من مورا تقول له سير في حالك عطيني اتساع. ولكن حنا لحد الان ما عارفينش السبب تاع الخصام ديالهم. الدري كان مرضي وكان حنين في امه وفي خواتاتو حتى تقلب، بقى مقابل غير الدار وغير المشاكل والغوات معاه. تبين هنايا ان الولد ملي جلس وهي المشاكل بينه وبين دارهم، وتبين ان الام حسوها بحال ارتاحت من مات، ما تفقساتش ديك الفقصه على ولدها، وبقى حتى هي مشكوك فيها واش هي دارت له شي حاجه وشنا هو نوع المشكل اللي كان بيناتهم. والبوليس كما قلنا خاصهم يزيدوا يبحثوا في المساله، وهما كيعرفوا شي حوايج حنا ما كنتبهوش ليهم. عاودوا معاها البحث هي وبناتها، هي لقاوها كانت دير الميناج عند واحد السيده، وديك السيده شهدات ليها بلي ما خرجتش حتى سالات وها الساعه اللي سالات فيها، اذا ماشي هي اللي قتلاته. وهي مكالميه ومهدنه اكثر من القياس وكتهضر بعقلها. والبنات حتى هما بقاو يسولوهم، خاص يعرفوا شنو هو المشكل اللي بين هاد المراه وبين ولدها اللي منوض عندهم الصداع، واللي ما خلاش الولد على طبيعته كيف ما كان. البنات عياو ما يتهربوا منا حاصروهم. وحده من البنات قالت لهم ها ما كان حكت لهم هادشي اللي حكيته لكم انايا. البوليس بداتهم تصدموا، والعجب هذا ولينا في زمن العجب، واش الدري وقع مع خالته؟ الله يعفو يا ربي الله يستر. جابوا هنا الخاله من تاونات، الخاله كان في عمرها شي 29 عام، وكاع اللي تسترات عليه خديجه واللي صبرات عليه في هاد الشهر ونص فضحوا الموت ديال ولدها. عراها قدام عائلتها، عراها قدام الجيران، عراها داك الخبر اللي نزل كالصاعقه على راس الناس، على راس المحيط ديالها. الخاله ملي جابوها البوليس اكدت لهم الوقائع كلها، وقلت لهم فعلا انا كنت في علاقه معاه وكانت مدمره نفسيا وبحال مات لها راجلها ولا اكثر. حزنت عليه اكثر ما حزنت عليه امه. هنا جا التقرير تاع الطب الشرعي اللي قال لهم هذاك الدواء اللي شربوا الدري اللي كان في السيرو داك راه سم، وداك السم كيسبب جريان الدم، الشيء اللي يسبب واحد النزيف حاد. هو قتلوا النزيف الحاد اكثر ما قتلته الضربه ديال القلب ولا الضربه ديال الشريان تاع اليد. قال لهم هذاك السم هو اللي يساعد داك الدم في الساع يخرج لبرا ويتصفى الدري من دمه. وداك الموس راه كان عليه الاثار والبصمات نتاع الولد، والقرعه تاع السيرو حتى هي كان عليها الاثار تاع البصمات ديال الولد. اذا الوفاه كانت انتحار ماشي قتيله. الام اولا خديجه هنايا خرجت براءه من الموت ديال ولدها، ولكن الاخت ديالها تبعت قضائيا لانها اعترفت في محاضر رسميه بانها مارست زنا المحارم مع ولد اختها. القصه ديالنا هنايا كما كانت البدايه ديالها مؤسفه نهايتها مؤسفه. التربيه ديال الوليدات راه ماشي هي غير انك توكل ولا تشربه ولا تكسيه، التربيه هنايا انك تربيه، هذيك التربيه والتوعيه باش ما تخليش يوصل للكبت العاطفي والكبت الجنسي والكبت الاجتماعي، واللي في هذيك الوقيته غير يشوف شي واحد هكذا يبغيه شي شويه يبقى يشوفه هو اساس حياته ويتعلق به، واخا واحد التعلق اللي يكون مضر اكثر ما يكون مفيد.